العذراء حالة الحديد، السحر المصري على الطريقة المسيحية. اتكلمنا قبل كده عن كتاب شمس المعارف اللي اعتبره مؤلفه مخصص للعارفين بالله والأولياء والصالحين، وحاول فيه إنه يمزج بين الروحانية والصوفية وأسرار السحر مع تعليم الدين الإسلامي والأذكار أو الأدعية. لكن في الذاكرة المصرية في كتاب تاني، لكن المرة دي مرجعيته مسيحية، والكتاب ده اسمه صلوات العذراء حالة الحديد. طب إيه حكاية الكتاب ده؟ الكتاب عبارة عن 254 صفحة، ومش معروف مين مؤلفه ولا ظهر إمتى، لكنه عبارة عن مجموعة صلوات استندت أشهر صلاة فيها على معجزة انصهار الحديد وتخليص متياس الرسول من السجن على إيد العذراء مريم. وظهرت نسخ من الكتاب ده بشكل كبير في ستينات القرن اللي فات، وكتب مقدمتها شخص اسمه باسيليوس ميخائيل، وهو شماس جمع الصلوات النادرة دي للحماية من الشيطان. وبتبدأ الصفحات الأولى من الكتاب بسم الله، وبعد كده صلاة السيدة العذراء اللي خلصت متياس، وبالتوالي بتبدأ الصلوات بطريقة معينة غريبة شوية عن المعتقدات أو الصلوات المسيحية المعروفة. فمثلا بتقول العذراء في الصلاة: أستحلفكم أيها الملائكة العلوية والشمس والقمر والنجوم والكواكب. وبعد كده بتستحلف الملائكة باسم الشياطين قبل سقوطها، وده مش مألوف في المسيحية، واللي أصلاً بتمنع القسم بكل أشكاله، وكمان مش مناسبة لطبيعة ومكانة العذراء مريم، واللي بتخلي شفاعتها لوحدها قادرة على صنع المعجزات من غير الاستعانة بأي حد، ولو حتى من الملائكة نفسهم حسب العقيدة المسيحية الأرثوذكسية. نرجع تاني للكتاب، الصلوات فيه متنوعة جداً، يعني في صلاة للحماية، وصلاة لإخراج الأرواح الشريرة، وصلاة اسمها صلاة النظرة والعين. وكلمات الصلوات دي بتشبه التمائم والتعاويذ المرتبة بشكل معين، يعني في صفحات الكتاب هنلاقي دايما الرموز والحروف والأرقام المرتبة جوه أشكال مربعة، وكمان في جداول أحجامها مختلفة فيها مجموعة من الخواتم والكلمات الغريبة. والكتاب ده انتشر بين الأسر المسيحية في مصر وخصوصا في الصعيد، واعتبرته كتير من الأسر دي كتاب للتبرك والحماية من الأرواح الشريرة، لأنه بيحمل اسم العذراء مريم. وده رغم إن كتير منهم مش بس ما حاولوش يقرأوه، لكن كمان في ناس اعتبروا قراءته محظورة على الأطفال الصغيرين. ورغم محاولات رجال الدين إنهم يبينوا عقائدياً اختلاف الصلوات في الكتاب عن التعاليم المسيحية واللي بتنص على تحريم السحر والسحرة، لكن زي ما بيقولوا الممنوع مرغوب، يعني كان الكتاب بينتشر في السر أو بيحطوه في بيوتهم عشان يحميهم من السحر والأرواح الشريرة. وكمان في اعتقاد نفسي عند كتير منهم إن بركة الكتاب ده بتشفي المرضى أو بتمنع السحر. وفي منتصف التسعينات كانت في محاضرة شهيرة للبابا شنودة اتكلم عن الكتاب بشكل عقلاني، وشرح إن كل اللي فيه ضد العقيدة المسيحية، وأعلن إن الكنيسة بتتبرأ منه، وكمان اعتبر الصلوات اللي فيه صلوات شيطانية وتعاويذ وخرافات، وأكد وقتها إنه لو لقاه في أي دير هيقطعه. لكن الغريب إن الكتاب لسه موجود بين الأقباط، على أساس يعني إنه مجرد حجاب ضد الشيطان، أو إنه حتى بركة في البيت بتطرد الخصام وتشفي الأمراض وتزود الرزق. عموماً القصة ممكن ما يكونش ليها علاقة بالدين بشكل مباشر، يعني سواء كتاب شمس المعارف أو كتاب صلوات العذراء حالة الحديد ممكن يكون انتشارهم سبب الثقافة الشعبية نفسها. يعني لو رجعنا مثلاً للطقوس المصرية القديمة من أيام الفراعنة هنلاقي السحر متغلغل فيها، أو من أيام اليهودية ومعجزات سيدنا موسى، وبالتالي كان وقتها السحر نفسه مرتبط بالدين وبيؤكده ومش عدو ليه. ده غير إن المصريين الفراعنة كانوا مهتمين جداً بالغيبيات لدرجة إنهم خلوها حياة كاملة أبدية. وحتى أساطير الفراعنة زمان زي إيزيس وأوزوريس كانت الصلاة فيها تواصل سحري بين الإنسان والآلهة. يعني باختصار الكتب دي سواء كان ليها أساس ديني ولا لأ، هي ليها علاقة بسيكولوجية الإنسان المصري عموماً، ودي حاجة موروثة في الثقافة الشعبية. عشان كده لو تفتكروا ممكن تلاقي ناس كتير عارفين شمس المعارف أو عارفين صلوات العذراء حالة الحديد، وناس كتيرة برضو عندهم الكتابين، لكن يا ترى كم واحد فيهم قرأوا فعلاً أو طبق اللي فيه؟ أكيد قليل جداً، وده يعني بمنطق إن اللي مش هيفيد مش هيضر. حلقتنا انتهت، ولو عجبتكم ياريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.